عمرك سألت نفسك هو ليه 1 مايو عيد العمال؟ طب عمرك سألت نفسك هو الناس زمان قبل ما يبقى في جمعة وسبت أجازة أو سبت وحد أجازة أو جمعة وسبت وحد في بعض الدول أجازة والشغل من 9 ل5، الناس زمان كانت بتشتغل كام ساعة في اليوم ومين اللي عمل نظام الأجازات؟ تعال أحكي لك قصة الويكند. تخيل نفسك قايم من النوم سنة 1850، قايم من على سريرك شغال زيك زي كل الناس في مصنع، ما هو دي بداية الثورة الصناعية، تلبس الافرول الازرق وتروح شغلك. يا ترى صحيت الساعة كام؟ 7 8 9؟ طب هتروح كام؟ هتروح 10 بالليل ولا 5 ولا 6 ولا 7؟ والسؤال الأهم، هو أنت الويك إند بتاعك يوم واحد ولا يومين؟ للأسف الشديد إجابة السؤال ده مزعجة جدا لأجدادي وأجدادك، لأن زمان قبل سنة 1886 ما كانش فيه نظام عمل قد ما كان فيه نظام استعباد للموظفين والعمال. الناس زمان ما كانتش فاهمة هو الموظف ده المفروض يشتغل عندي كام ساعة، نشغله من أول ما يصحى من النوم لحد ما يروح ينام، ما هو احنا خلقنا لنعمل، فبالتالي احنا هنشغل الموظف ده طول الوقت. وبعدين موضوع الاجازه ده بصراحه رفاهيه قوي، احنا ممكن ندي للموظف ده 8 ساعات راحه في اليوم ينام فيهم، لكن هو محتاج يشتغل كل يوم، هو بيقبض على الشهر وبالتالي محتاج يشتغل 30 يوم. المشكله مش ان بس ما كانش فيه راحه للعمل، لكن كمان كان في مشكله ان المرتبات متدنيه جدا، الناس بتشتغل من 14 ل 16 ساعه في اليوم، وده كل الموظفين وكل العمال اللي موجودين في العالم. لحد ما اتدخل قاسم امين العمال روبرت اوين. روبرت اوين قرر ان هو يعمل ما يسمى بالفكره الجديده في العالم. احنا تعالوا نتكلم ان الانسان ده انسان محتاج انه يشتغل ويرتاح ويعمل حاجات مختلفه، فنادى بمبدا الثمانية 8 8، 8 ساعات شغل، 8 ساعات راحة، و8 ساعات لما نريد. وبالرغم من ان روبرت اوين بدأ ينادي بالنظرية الراديكالية بتاع 8 ساعات 8 ساعات و8 ساعات من 1817، الا ان الفترة ما بين 1817 و 1886 الفكرة دي كانت بتتحارب من كل اصحاب المصانع ومن كل رجال الاعمال، وبدأت يبقى فيه مطالبات، بدأ يبقى فيه انفجارات، بدأ يبقى فيه اعتصامات في كل حتة في العالم عشان الموظفين ياخدوا حقهم او العمال ياخدوا فكرة ان احنا ناخد اجازة وناخد راحة وناخد 8 ساعات شغل بس. وفي الاول من مايو سنه 1886 بدا يحصل اعتصامات واضرابات عن العمل من ناس موجودين بالتحديد في مدينه شيكاغو في الولايات المتحده الامريكيه، لان العمال عرفوا بدري جدا ان كحال اي مطلب حق لكل الناس، الحق ده لن يمنح ولكن يجب ان ينتزع. وكحال اي اضراب او اي ثوره او اي مطلب له قيمه عند اي حد، دايما في ناس بتبقى ضد الكلام ده. وللاسف الشديد في شيكاغو بدا يحصل حمله اعتقالات وحمله اعدامات للناس اللي كانوا موجودين، ومن هنا جه عيد العمال 1 مايو بسبب احداث 1886. ومن بعد الاحداث دي اللي حصلت بدا يحصل تطبيق لفكره ال8 ساعات شغل في اليوم. لكن السؤال الثاني بتاع الحلقه هو جه منين فكره يومين ويك اند او فكره عطله نهايه الاسبوع؟ وفي سنه 1926 هنري فورد اخذ قرار جريء جدا انه يطبق يومين 2 اجازه بدل يوم واحد اجازه. والحقيقه ان القرار ده ما كانش له علاقه انه طيب القلب او بيحب الناس، لكن القرار ده كان بسبب حاجات مربوطه بالفلوس، وكان لسببين 2 اطيبهم خبيث. السبب الاولاني انه هنري فورد كان عايز يبيع اكتر، وبالتالي الناس كلها كانت شغاله في صناعه السيارات. هنري فورد عمل ما يسمى بالفورديزم، فكره جديده جدا في التصنيع، ان احنا بنقدر نطلع العربيه في 90 دقيقه، نقدر نصنع عربيه كامله، بالتالي البيع لازم يكتر. لكن المشكله ان الناس عشان تشتري محتاجه يبقى عندها وقت انها تخرج وتتفسح، محتاجه فلوس، فرفع الاجور بتوع الموظفين اللي عنده، لان الموظفين في الاخر هم برضه عملاء، واداهم يومين اجازه عشان يلاقوا وقت يشتروا عربيات، فيخرجوا فيشتروا فيشتغلوا اكتر. السبب الثاني ان هنري فورد كان شايف انه الانسان، نظريته في الشغل ان الانسان عباره عن مكنه، هذه المكنه محتاجه زيت او محتاجه بنزين، هذا البنزين هو عباره عن فلوس وعباره عن شويه حاجات كده جنبها، ممكن تبقى اجازه، ممكن تبقى حاجه عشان ناخد انتاجيه افضل. وبالتالي كان بيعامل العمال بتوعه بهذا المنطلق، فقرر انه يجرب اليومين اجازه، لان الناس كانت بتشتكي بشكل كبير جدا باللا انسانيه في نظريه الفورديزم، انه بيعامل الانسان انه مكنه من غير اي ابداع. وممكن نعمل حلقه كامله عن الفورديزم وطريقه اداره هنري فورد المصنع فورد في بدايه 1920، لو حابب اكتب لنا في الكومنت ونعمل حلقه عن ده. ولان هنري فورد مامته كانت داعياله، فبالتالي القرار اللي اخده رغم انه كان مجازفه كبيره جدا الا انه مشي الحال. الناس كلها بدات تتكلم ان شركه فورد بتبيع بشكل اكتر، بتبيع بشكل احسن، بعد لما اخذت القرار انها تدي للموظفين يومين اجازه. فبدا اصحاب المصانع والشركات ياخدوا نفس المبدا بتاع شركه فورد، ان احنا ممكن ندي يومين 2 اجازه ونشغل الموظفين 8 ساعات ونبدا نحسن من بعض الاجور. فبدات يحصل
حركه لتحسين اوضاع العمال او تحسين اوضاع الموظفين. ومن هنا بدا نظام عطله نهايه الاسبوع او الويك اند او هلا بالخميس. اللي اتعلمناه من القصه الجميله دي ان الانتاجيه ملهاش علاقه بانك تشتغل بني ادم عدد ساعات اطول، بالعكس الراحه هي ليست رفاهيه، الراحه مش حاجه لطيفه جدا تديها للموظفين بتوعك، الراحه هي حاجه مهمه جدا تخلي الانسان يشتغل احسن. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بننام عشان نعرف نكمل بقيه اليوم، لو انت ما نمتش 3 ايام مش هتدي انتاجيه احسن، ده هتدي انتاجيه اسوأ. نفس الوضع بالظبط في الشغل، عشان تعرف تشتغل بشكل احسن محتاج دايما يكون عندك وقت تفصل لنفسك او للتيم بتاعك. فالمره الجايه لما تكون قاعد في الويك اند يوم الجمعه او السبت ومديرك بيكلمك وتكنسل عليه، خليك عارف انه ده حقك، لان ده مش منحه من مديرك، لكن ده حق مكتسب يوم 1 مايو 1886 اخدته لما ناس ماتت عشان تريح يوم الجمعه. تفتكر زي ما كان في 1 مايو على يومين ويك اند، احنا محتاجين 2 مايو على 3 ايام ويك اند زي دبي، ولا ده حق غير مكتسب؟